ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ جينا لفيديو مشتريات الشهر. كل ما تيجي مشتريات شهر اقعد افكر 100 مره انا قادره اشتري ايه. الاسعار اخبارها ايه؟ هقدر اوفر ازاي؟ يا ترى هعرض لهم حاجات مفيده ازاي؟ رحت القواس ووريتكم لقطات وانا هناك. تعالوا بينا نشوف انا اشتريت ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ فيديو المشتريات. بصايه كده، بصايه بصايه. حاجات قديمة وحاجات جديدة، حاجات هتكفي شهر كامل وحاجات هتكفي 10 أيام. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. حاجات موجودة في البيت ما اشتريتش منها ومش هشتري منها الشهر ده خالص. الخل، عندي الخل ناقص حبة صغيرين، مش هشتري خل خالص الشهر ده. الملح هيكفيني الشهر ويمكن يفيد كمان، مش هشتري ملح. عندي كمون وفلفل بس نسيت اجيب برطماناتهم، مش هشتري كمون وفلفل خالص. عندي فول مدمس نص كيلو، هدمسه يعمل لي حوالي 4 5 أكلات. ينفعوا في الفطار أو العشاء أو الغدا لو أكلة عيش. كمان أسبوعين أبدأ أشوف لو محتاجة هجيب، مش محتاجة مش هجيب. زيت زيتون هيكفيني الشهر وأكتر، لأن أنا بحطه على السلطة أو جبنة بطماطم. حاجات بسيطة يعني. الشاي هيكفيني تقريبا أسبوعين أو 10 أيام، لأن محدش بيشرب شاي إلا أنا في البيت بس، أو أنا وزوجي أحيانا بسيطة جدا لما يشرب شاي معايا، فهيكفي. الكركديه هيكفيني تقريبا اسبوع او 10 ايام، عم ابدا ان انا اشتري تاني او افكر ان انا اجيب منه تاني. عدس بدبه هيكفيني الشهر ويفيض، هعمل اكلتين كشري ويفيض منه يتعان في الفريزر لوقت تاني ان شاء الله. الشعريه هتكفيني اسبوعين او اكتر، وعندي شويه لسان عصفور ممكن يكفهم هما كمان اسبوعين. تمام. دي الحاجات المتاحه او اللي موجوده اصلا. ايه تاني؟ عندي هنا سائل مواعين هيكفيني الشهر كله، عشان غسالة الأطباق شايلة من حكاية سائل المواعين شوية. سائل المواعين ده للحاجات الألمونيا، الحلل والصواني فقط بالنسبة لنا، وأيام يعني ممكن أعمل فيه مواعين تانية من بتاعة غسالة الأطباق. مسحوق الغسيل اللي كنت جايباه معاكم المرة اللي فاتت أو المشتريات اللي فاتت بتاعة شهر 5 يوم 23/5، 23/4. باقي منه 4 وحدات. ناس قالوا لي إن هو مقاطعة، أنا ما عدتش جبته تاني، فباقي منه 4 وحدات لسه هيكفوني. دي الحاجات القديمة. تمام. ندخل بقى على الجديد بالاسعار. انا شلت الحاجات اللي كانت عندي عشان خاطر اوسع المكان، اقدر ان انا اعرض الحاجات التانية. دي فاتورة الحاجات اللي انا جايباها النهارده. تمام. ماشي. نبدأ بالجبن. الجبن انا بجيبها بتقعد عندي من اسبوع ل10 ايام، يعني الجبن دي بتتكرر او بجيب غيرها كل 10 ايام تقريبا. لو اتعملت جنبها كيكايه او اي حاجه ممكن تقعد اسبوعين. خلاص. ماشي. ايه هي الجبن؟ علبتين جبنه تلاجة. آه الكيلو في الجبنة التلاجة عامل 110. ده تقريبا نص كيلو أو أكتر من نص كيلو بشوية، ب56 جنيه وشوية، يعني تقريبا 57 جنيه. وده برضو جبنة تلاجة. جبنة التلاجة بناكلها كتير في البيت علشان ملحها خفيف يعني. عامل العلبة دي عاملة 52 جنيه وربع، يعني الاتنين مع بعض عاملين 109. تمام. يلا. الكسبة مش دايما بجيبها، ممكن مرة أو مرتين خلال الشهر كله. الشوية الصغيرين دول عاملين 32 جنيه. انتوا عارفين ان الطحينة غالية والسمسم غالي والحاجات دي. حتى انا جايباها النهاردة الصبح واتاكل منها سنة صغيرة، فدي عاملة 32 جنيه الكسبة. جبنة نستو سايحة انا جايباها امبارح، اتاكل نصها امبارح. عندي في ولاد معينة من ولادي يعني بيحبوا الجبنة نستو جدا، بيعشقوها. دي تقريبا عاملة 50 أو 55 جنيه، حاجة زي كده. اللانشون مش لينا خالص، للقطط يا جماعة. تمام. انا بجيب لانشون حلواني لينا احنا مرة في الشهر، ما بجيبش كتير، ده وساعات شهور كمان ما جيبش. جبنة طعمة الطبقة ب35. قلت لكم ان احنا نستغل العروض واحنا واخواتنا نروح نجيب، بس للاسف هم مش عايزين الشهر ده، فما جبتش في عروض الشهر ده. جبت طبقتين بس. الطبقة الواحدة عاملة حاجة و30 جنيه، الاتنين دول مع بعض عاملين 70 جنيه. الجبنة البيضة القديمة ده تقريبا 8 كيلو، عامل 40 جنيه.
الكيلو ب170، ده 240 يعني ربع تقريبا، صح؟ 240 دي يعني ربع، والله انا طالبه طن. ما علينا، هو تقريبا اقل من ربع بحاجه بسيطه. 40 جنيه ونص او 40 جنيه و80 قرش. جبنه بيضه قديمه، ما بناكلهاش كتير، ممكن تقعد ال10 ايام، القطعه دي تقعد ال10 ايام بحالها. زيتون اسود، دول شويه عاملين 60 جنيه، طبعا يتاكل منهم شويه. في جبن من دول انا جايباها امبارح بالليل، فكنت مأجلاها عشان اصور الفيديو مشتريات مره واحده. الجبنه الرومي، طبقين جبنه رومي، واحد فيهم اتفتح واتاكل منه شريحه واحده. الحاجات دي لسه عينها في علبها طبعا، ما كنتش لسه عينتها على اساس ان انا هصور. المهم، ثانيه واحده كده. اه الطبق ده عامل كام؟ 66 او 68، مش واضح قوي. ده ربع جبنه رومي، وده ربع تاني جبنه رومي. جبنه رومي هتقعد عندي 10 ايام ان شاء الله، مش اسبوع. 60 و75 قرش، يعني 61 جنيه. طيب، 3 حاجات حلويات مع بعض، يعني حاجات مسكره مع بعض. هو احنا هناكل 3 حاجات مسكره؟ لا طبعا. يعني هتتقسم على الايام، يومين كده يومين كده يومين كده وهكذا، عشان يبقى في تنوع. مش كل يوم هناكل حلاوه ولا كل يوم هناكل مربى. برضو دول هيبقوا لمده ال10 ايام، كل حاجه فيهم هتقعد 3 4 ايام. تمام. الحلاوه، عندي الحلاوه عامله تقريبا 37 جنيه الا كسور بسيطه. مربى المشمش عامله تقريبا 27 جنيه او 26 جنيه وربع بالظبط. مربى الفراوله، مربى الفراوله عامله 22 جنيه ونص. بالنسبه للمربات، انا قليل لما بجيب المربى برطمانات، عشان في ناس بتحب الفراوله وناس بتحب المشمش. فلو جبت برطمان ببقى بجبر ناس معينه انها تاكل منه وهي مش عايزه، او في ناس ما بتاكلش خالص، ناس بتاكل وناس لا. فبالتالي بجيب سايب، عشان اللي حابب من المشمش ياخد واللي حابب من الفراوله ياخد. الحلاوه حبيبه الكل، كلهم بياكلوا من الحلاوه عادي جدا. ننقل بقى على جزء تاني، دول كانوا الاجبان، ننقل على جزء تاني. نيجي بقى للجزء بتاع الخزين، المكرونات والدقيق والرز والسكر والحاجات دي. اولا السكر، الرز. الشهر اللي فات انا عرضت معاكم ان انا جبت شوال رز 10 كيلو، كان عامل 295 جنيه. يعني الكيلو عامل 29 جنيه ونص. استعملت نصه، لسه نص هو في الاوضه. فبما ان انا عصبي خيبان فما شلتوش. كان لازم حد من ولادي يجيبه عشان خاطر اعرضه، بس عامه هو انا لسه عندي نصه، لسه معايا 5 كيلو من ال10. اوكي. فبالتالي انا لسه ما اشتريتش رز، قدامي اسبوعين او 3 عم اشتري، او ابقى اجيب كماله عليه 2 او 3 كيلو سايبين، او كيلوات فرداني، مش لازم شوال على بعضه. الدقيق شويه صغننين دول باقيين عندي من الكيكه التايجر اللي عملناها سوا. وبعدين جبت كيلو دقيق من اللي هو متعدد الاستخدامات. ثواني بقى اما نشوف هو سعره هنا عامل كام، عشان بدايه من هنا انا مش حافظه الاسعار بصراحه. ثانيه واحده. دقيق، كيلو دقيق ده عامل 34 جنيه. هحتاج كيلو عليه خلال الشهر ان شاء الله، بس مش الوقت، كمان اسبوعين. انا حاولت ان انا اقسم الميزانيه شويه، معظمها يبقى كل اسبوعين. الجبن كل 10 ايام، والخزين والخضار كل اسبوعين، اللحوم هي اللي بالشهر. خلاص. طيب، ده كيس سكر الفيومي. السعر السكر ده عامل 35 جنيه. 35 جنيه. عرفوني الاسعار عندكم عامله ايه؟ الاسعار عندي هي اللي غاليه ولا عندكم اغلى من كده، ولا الوضع ايه؟ انا مش عارفه. بس هو انا في دمياط الجديده، فالاسعار عندنا دايما سياحي. يعني حتى الاسعار عندنا اغلى من دمياط القديمه شويتين، حتى في الخضار. الخضار في دمياط القديمه لو رحنا للسوق في دمياط القديمه بيبقى ارخص، بس انا بحسبها ان انا لسه هركب مواصلات، فدي هتدخل في دي، فاجيب من الجديده وخلاص. المكرونه عندي كيس ونص سباكيتي، يعني عندي 3/4 كيلو مكرونه سباكيتي. جبت 2 كيلو مكرونه مرمريه، انا بحب المرمريه جدا وبحب السباكيتي برضو. برضو خلال اسبوعين، لو احتجت ان انا اجيب كيس زياده قلم ولا حاجه نبقى نعمل مكرونه بشاميل هجيب، لو ما احتجتش خلاص ما فيهاش مشكله. المهم، المكرونه دي بقى عامله كام؟
الكيس الواحد عامل 35، الكيسين دول عاملين 70 جنيه. انا كنت بتهيألي ان الكيلو كان ب30، مش عارفه ايه اللي جرى وبقى ب35 عادي. الزيت وريتكم ان انا عندي نص ازازه زيت، انا جبت عليها ازازه. كمان اسبوعين او 3 ابقى احتاج زيت تاني ان شاء الله، ما فيهاش اي مشكله. المهم هبقى اعرض معاكم برضو المشتريات اللي جايه باذن الله. الزيت ده الازازه عامله 77 جنيه، ده كيلو كامل او لتر كامل. ما جبتش عدس بجبه لان هو عندي. جبت عدس اصفر، ابقى اعمل منه رز وعدس وشويه اخدهم لتدميس الفول. العدس الاصفر ثواني، كان هنا راح فين؟ المفروض كنت احط الحاجه بترتيب الفاتوره. العدس ده عامل 36 جنيه، نص كيلو عامل 36 جنيه. تمام ماشي. ننقل بقى، خلينا في المنظفات الاول. قلت لكم ان انا عندي 4 من المسحوق اللي هو فيري، هيكفيني كمان 4 أو 5 أيام حسب المواعين اللي موجودة عندي. جبت فينش، مش عارفة هو مقطع ولا لا بصراحة، بس هو أرخص سعرا من اللي أنا لقيتهم كلهم. ده فيه 30 قرص عامل 265 جنيه. أنا مجرباه قبل كده بيتقسم. فيري ما كنتش عارفة أقسمه، كان مليان سوائل، وناس قالت لي ممكن أقسمه في كوباية، بس أنا ما عملتش الليلة دي، يعني اتهرد مني على الفاضي لأن ما عرفتش أقسمه. فكنت باخد الواحدة كاملة والواحدة كتير بصراحة. فانا اضطريت ان انا اجيب فينش عشان خاطر ده بيتقسم. فال30 قرص دول هيكفوني 60 يوم، 265 جنيه على 60 يوم، يعملوا 4 جنيه ونص في اليوم. تمام ماشي. كنت مورياكم ان العين الوسطانيه من البوتاجاز عندي اتحرقت، وان انا مش هقدر ان انا ادعكها، لازم اجيب سترس. بس حبيبتي وروح قلبي مرات اخويا قالت لي ان لاستر احسن من سترس 100 مره، انا ما جربتوش قبل كده، فانا جايباه وهجربه معاكم وهنشوف الفرق ما بين قبل وبعد، واتاكد اذا كان هو افضل ولا سترس، بس انا بثق في كلامها يعني. الازازه دي عامله 70 جنيه، اعتقد انها هتقعد معايا فتره اكتر من شهر، اكتر من شهر. وجبت الليفه بتاعت المواعين الصغنططه الجميله دي، انا بحبها تبقى التخينه، اللي هي يعني نضغط عليها بصعوبه اما تدخل كده، ما تبقاش الليفه الرقيقه. نشوف الريفه دي عامله كام. الليفه دي عامله 12 جنيه. تمام ماشي. ندخل بقى على الخضار. المفروض ان ده هيكفيني ان شاء الله لمده 10 ايام باذن الله، على حسب استعمالنا بقى. لو استعملت حاجات فيها صلصه كتير او طماطم كتير طبعا هحتاج، ولو ما استعملتش وغالبا مش هستعمل يعني، فهم يا دوب هيكفوا. انا بدل ما اقعد ابص في الفاتوره، فانا هبص على الورقه نفسها، اسهل بعد ما اطلع، بدل ما اقعد اطلع من الفاتوره. الطماطم في السوق ب 15 وب 13، الكيلو ده ب 13، انا جايبه ب 34 جنيه، عاملين تقريبا 2 كيلو 600 وشويه. انا باخد في الاسبوع 2 كيلو، فدول ممكن يكفوني 10 ايام ان شاء الله. الجزر مش بجيبه كتير، بس انا ناويه ان انا اجيب بسله، هجيب اكياس بسله بس من غير جزر، لان البسله بجزر بيبقى معظمها جزر. فانا جبت الجزر، وبحيث ان انا اجيب كيسين بسله مع الجزر ده يكفوني شويه حلوين. دول عاملين الكيلو عامل 12 جنيه، دول عاملين 9 جنيه وريال، يعني اقل من 9 جنيه ونص. البطاطس، البطاطس عندهم برضو ب 13 او ب 12. ايوه البطاطس ب 12، دول 2 كيلو ونص تقريبا، اقل من 2 كيلو ونص، حاجه بسيطه، 29 جنيه و10 قروش. بقول تاني عشان في دمياط الجديده الاسعار عاليه، لو في دمياط القديمه او من اسواق دمياط القديمه الوضع هيبقى مختلف، وهتبقى الاسعار ارخص واحن من كده. فلفل اخضر، انا عاشقه للفلفل الاخضر، عايزه احطه في كل الاكلات، بس يعني لولا ان ولادي ما بياكلوهوش دايما او مش كلهم بياكلوه، فانا ببقى حايشه نفسي. الكيلو ب 16، دول اقل من كيلو، دول 3/4 كيلو ب 12 جنيه وحاجه بسيطه جدا. ورق العنب، لسه عندي ورق العنب اللي قلت لكم هعمل منه اكلتين ورق عنب وما عملتوش، ومع ذلك جبت ورق عنب عشان اعينه في الفريزر ينفع، لان احنا قربنا من ان هو يبقى اللي هو الخشن، اللي هو مش بناتي. تمام. نبقى عايزه حد اديله حاجه ورق العنب وحاجه المحشي يعمل لي محشي يا ولاد، مانيش قادره. المهم دول الكيلو ب 75،
دول عاملين 27 جنيه وشويه، تقريبا 28 جنيه. العيش 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 بالنسبه لي طبعا انا في حاجات كتير جدا بحبها يا ولاد. الفلفل الاخضر، البتنجان المكبب، البتنجان الطويل، سمك السردين، دول اقوى حاجات عندي. البتنجان المكبب هعمل منه طرلي، اكل طرلي، وهعمل منه مقلي، ينفعني في الفطار والعشاء، يسد مع الجبن، او ينفع في اكلة عيش في الغداء. الكيلو ب 18، كتير على فكرة، هو كتير. دول ب 22 جنيه وشويه. المره الجايه ان شاء الله اجيب من السوق نفسه باذن الله، اكون قريبه من السوق. انا بس عشان اخد اجازه من الشغل وما بروحش ناحيه السوق، فقمت جايبه مره واحده من الهايبر. البتنجان الطويل طبعا تنقيت ايدي انا، مش تنقيت ولادي. ده ب 16 جنيه او 17 جنيه الا ربع. نشوف بقى انا منقياه صغير ورفيع ازاي، مش منقياه مجعلص. ثواني اهو، ايه رايكم؟ صغنن ورفيع. دي كانت مشتريات الخضار، يعني كل 10 ايام ممكن نجيب حاجات زي كده. ما جمعتهمش طبعا، دي اسعار كل حاجه لوحدها، جمعكم انتوا مع نفسكم بقى. اللحوم طبعا دي مش لحوم الشهر، في حاجات تانية لسه هتيجي. الشهر ده انا جددت شويه. دايما بجيب لحمه مفرومه 2 كيلو. انا على فكره كنت جايبه كيلو من كام يوم وصورت معاكم وانا بعمل مكرونه باللحمه المفرومه. استعملت معظمه 3/4 الكيلو، وناقص عندي ربع متعصج في الفريزر هينفعني مره. جبت الشهر ده بقى بدل 2 كيلو لحمه مفرومه جبت كيلو واحد بس، نص ونص. النص عندي عامل 135. انا عرفت ان في بعض المناطق بيبقى النص عندهم 130 او اقل، بس انا عندي النص 135. ده اكتر من النص شويه كمان اهو، 520 جرام، 155 او 156. والتاني قريب منه شبهه. طيب بدل ما اجيب كيلو 2 كيلو لحمه مفرومه، فانا شلت كيلو وحطيت مكانه او جبت مكانه بفتيك لحمه. مش دايما بجيب بفتيك لحمه، مره كل شهرين 3 لما بجيبها. بس بما ان احنا ان شاء الله داخلين على عيد، كل سنه وانتم طيبين، فانا حبيت ان انا انوع او ان انا اعمل لهم بفتيك لحمه في الموضوع. دوت عباره عن قد ايه؟ ده اكتر من نص كيلو بشويه، ب 192 جنيه ونص تقريبا. والنص تاني دوت عامل 500 وشويه، عامل 181. ده اقل من ده سن صغير. اللحمه هنعمل لحمه بشوربه ان شاء الله، اكيد اول يوم اول يوم بقول رمضان، اول يوم العيد باذن الله. اللحمه عندي بجيبها من واحد بيبيعها الكيلو ب 350، فدول 3/4 كيلو عاملين 280. 3/4 كيلو ب 280. كل مره بيجيب لي فيها دهون كتير وبضطر ان انا اخدها. المره دي انا هددته، قلت له لو جبت لي فيها دهون انا هرجعها لك، ومش هاخدها، مش هستلمها، هرجعها. جايباها ديليفري، دي جايباها ديليفري الوحيده في الليله كلها، لان انا هو بعيد عني جدا جدا، وانا لو ركبت له هركب له ب 25 جنيه رايح، ملوش مواصلات عاديه، ليه تاكسي بس. هركب له ب 25 رايح وب 25 جاي، فانا بجيبها ديليفري بياخد 25 واحده، يعني انا بوفر 25 جنيه في الليله دي. فده 3/4 كيلو بالتوصيل 200 كام؟ 305، 280 و25 توصيل. قلت له هات لي عظمه ب 20 جنيه. قال لي من غير ما تقولي انا بجيب العظم ببلاش. جايب لي حاجه بقى هي مش عظمه، هي حاجه غريبه يا جدعان، هي حاجه طريه، مش عارفه ايه الطريقه، بس مش مشكله، يمكن لما اول مره اجرب، يعني انا مش عارفه ده ايه. فهعمل مع الشوربه وربنا يسهل نشوف، وبقول لكم رايي ايه، واوريكم الشوربه شكلها عامل ازاي. طبعا انتظروا فيديو التفريزات هنعمله مع بعض باذن الله خلال الخميس او الجمعه، لان انا ابني في ثالثه اعدادي داخلين على امتحانات، فبالتالي انا مش هبقى فاضيه ان انا اقف كل يوم اطبخ، فانا هجهز حاجات كتير عينها في الفريزر عشان اخف على نفسي الوقفه واتفرغ له شويتين. التفاريح دي الحاجات الاساسيه، خلاص سيبنا منها. التفاريح، اولا تفاريحي انا شخصيا النسكافيه، انا بحب النسكافيه جدا، وبجيب نسكافيه كتير، وبحاول ان انا اخفه او اقلله زي ما اتفقنا ان احنا نقلل من النسكافيه ونكتر من المشروبات التانية، كركديه وحاجات من دي. فانا جبت كيسين 2 بس، احسن من ان انا اجيب 6 و8 في الشهر. فانا جبت كيسين 2 ان شاء الله، الاسبوع كيس واحد، اسبوع هعمل ده واسبوع هعمل ده، وكمان اسبوعين ابقى اجيب كيسين تانيين. انا جايبه كيلو دقيق ليه؟ مع ان انا لسه عامله كيكه، عشان عايزه اعمل
قرص بالعجوه، عايزه اعمل كحك بعجوه، فبالتالي انا جبت عجوه. الكميه دي صغيره مش كبيره. ثواني كده اما نشوف كام. فين العجوه؟ عجوه. ثواني. ب36 جنيه القرص الصغنطط ده اهو، ب36 جنيه. طبعا ما عملناش كحك بعجوه من ساعه العيد الصغير، فعايزه اعمل لهم كحك بعجوه ان شاء الله، عشان لما يجوعوا يلاقوا حاجه ياكلوها، وعشان يبقى في حاجه في العيد في الفطار والعشاء، مع ان هو عيد لحمه اصلا. ده اختيار ولادي، كان نفسهم فيه، وانا كمان بعشق التمر. وخصوصا ان انا جايبه نسكافيه، فبحب اخد تمر ونسكافيه. فده اختيار ولادي، ده عامل 70 جنيه، بس هيقعد عندي فتره حلوه، يعني مش اقل من اسبوع. طيب، كنت عامله معاكم فيديو توفير، اول فيديو توفير عملته في القناه، ارجعوا تاني هاتوه وشوفوه وقولوا لي رايكم فيه. كنا محوشين فلوس في برطمان، ومحوشين حاجات في العلبه. الحاجات اللي في العلبه انا استعملتها خزين للبيت، الحاجات اللي في البرطمان، الفلوس اللي في البرطمان ما استعملتهاش، بالرغم من ان انا كنت مزنوقه جدا اخر الشهر ومستنيه المرتب، بس ايدي ما اتمدتش على اللي انا محوشاه. كنت ناويه اجيب كبه زبادي، ورجعت في رايي وقلت توفيرا للكهرباء او الغاز او الكلام ده، فانا هعمل الزبادي زي ما بعمل في الفرن. وقمت جايبه الفلوس، وقمت جايبه بيهم، هم كانوا 285 لما وردتكم، هم وصلوا ل 325 بالعافيه، يعني عشان انا ايام كتير اجازه وما تبقاش معايا جنيهات اعينها. فالطبق الواحد من ده انا جبت 4 اطباق. انا عندي نقص في حاجات كتير جدا جدا جدا، ادعوني ربنا يفرجها عليا واقدر اجيبهم. آه عندي نقص في الاطباق، فجبت الطبق الواحد ب65. طبعا في اطباق كتير، مقاسات كتير واسعار كتير. لقيت الطبق اللي هي الطبس الصغنطط او الصغير قوي بتاع الشوربه، او ما يكفيش طفل، ب65. فقمت جايبه الكبير اللي يتحط فيه الرز ده ب65. احنا 5، فما شاء الله الله اكبر يعني. فجبت 5 اطباق ب325 بالفلوس اللي انا محوشاها. نبدا نحوش من جديد وربنا يسهلها علينا، عشان تعرفوا ان التحويش ممكن يجيب حاجات ناقصانا، بس مش هيجيب اللي نفسي فيه بصراحه. ربنا يسهل. يلا اسيبكم بقى، واشوفكم الفيديو الجاي. عايزه لايك يا حلوين، ومشاركه للفيديو، اعملوه وشيروه مع اصحابكم، وشكرا ليكم، نورتوني. باي باي.